كما يهوى اللاعب بلومي الموسيقى والمطالعة، وعلى وجه الخصوص المجلات الرياضية، ويتلقى يوميا عشرات الرسائل من مختلف أنحاء التراب الوطني وحتى من خارجه. وهذه الأنغام الموسيقية التي ترافقنا عساها تجعل من بلومي منذ الآن يفكر في إسبانيا وما ينتظره هناك من عمل مع عمالقة كرة القدم. وهكذا لا تأتي السعادة وحدها، فبعد تأهل الجزائر لكأس العالم لصيفة 1982 وتأهل فريقنا الوطني للأدوار التصفيوية لكأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها الجماهيرية العربية الليبية، وحصول فريق تيزي وزو على كأس إفريقيا للأندية البطلة، تتوج كرة القدم بالجزائر بلقب جديد يستفيد منه الشاب بلومي الأخضر، وهو لقب الكرة الذهبية الإفريقية التي منحته إياها مجلة فرانس فوتبول، التي عينته بالإجماع كأحسن رياضي إفريقي بعد موافقة مراسلها بعواصم البلدان الإفريقية، متوجا مجهوداته بميداليات وأوسمة وذكريات لعلها تتواصل وفريقنا الوطني في طريقه إلى ليبيا واسبانيا. فهنيئا لبلومي، وهنيئا لكل اللاعبين، وهنيئا للرياضة في بلادنا.